إليك 5 من بين أنواع الطلبة المغاربة يوم الامتحان. أولا، الدقيقة 90. هذا الطالب أو التلميذ هو الذي يترك مراجعة الدروس حتى ليلة الامتحان، وهذا النوع يعتبر من أذكى الطلاب لقدرته على استيعاب الدروس في أقل من 30 ثانية، والغريب في الأمر أنه ينجح في أغلب المواد. ثانيا، المجتهد. لا داعي لشرح هذا النوع، فهو معروف بجده ومثابرته واستعداده من بداية الصيف ليس فقط من بداية الدراسة، وينجح في كل المواد. ثالثا، الساحر أو صانع الحجابات. توقف قليلا، أنا لا أقصد بأنه دجال، بل هذا النوع لا يحتاج إلى الدراسة لأنه مسلح بالنسخ المصغرة من الدروس في كامل جسمه، وكل ما يحتاجه سوى التدرب على ألعاب الخفة لكي لا يفضح أمام الأستاذ. رابعا، لا حياة لمن تنادي. هذا النوع هو الذي لا يكترث للدراسة ولا لحياته، ويوم الامتحان لا يطلب من الطلبة الآخرين أجوبة، بل حتى لا يزعجهم، يعول سوى على رضا الوالدين وحنان الأساتذة. خامسا وأخيرا، الفهرس. هذا النوع أنا شخصيا معجب به لقدرته الفريدة من نوعها على فهم الدرس كاملا بأقسامه وتفرعاته من خلال عنوان فقط، ويعتبر هذا الطالب من العباقرة. لازال هناك العديد من الطلبة الذين لم نذكرهم، ولكل منهم له قدرته الخارقة. وإذا وصل الفيديو إلى 3000 لايك سنتطرق إلى الأنواع الأخرى من الطلبة بإذن الله تعالى. شارك الفيديو في حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل دائما بكل جديد، ومتابعتي في حسابي على انستغرام وفيسبوك. ودمتم في رعاية الله وحفظه.